اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل مكرونه بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنعملها في حله واحده. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. محضره حله نزلت فيها ب3 معالق من زيت الذره مع نص كيلو مكرونه الحجم الصغير دوت. هبتدي اقلبها لحد ما تديني اللون الذهبي. طريقه سهله جدا، هتعملي احلى حله مكرونه. بعد كده مقطعه عندي طماطم وبصله وفلفل رومي متقطع قطع صغيره ومعلقه توم مفروم. هنزل بيهم على المكرونه المتحمره. بعد كده هنزل بمعلقه من الصلصه ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهستمر في التقليب. بعد كده اكون محضره كوبايه ونص من الميه المغليه، هنزل بيها على المكرونه واغطيها واوطي عليها. بعد ما تستوي هتبقى معايا بالشكل ده، مفلفله وشكلها وطعمها وريحتها خطيره. هتقدميها طبعا على طول وهي سخنه. المكرونه دي بتتاكل بعد ما تنزل من على النار زي ما انت شايفه بالشكل ده. طالعه مش عايزه اقولك بجد على الريحه، سهله جدا. عملتيها كلها في حله واحده، بجد طعمها خطير. لو عجبتك اعمليها بنفس الطريقه ديت واكتبي لي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير مع قناه مطبخ فوفا. وما تنسيش اللايك والشير، والف هنا وشفا. سلام عليكم.